ده بالله عليكم، ده ما ده ينفع؟ طيب يعني ده حتى اصلا بيعمل تشتت لدماغك. عاملين ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي خير حال، وكلكم تبقوا مبسوطين. النهاردة انا جاية اتكلم في حاجة، يعني موضوع شائك، موضوع في غاية الاهمية، من غير مقدمات كتير. احنا يعني في اوقات كتير قوي بنقول ان احنا عايزين نعمل حاجات كتير قوي، حاجات فعلا هتفرق في حياتنا لو عملناها، بس ما بنعملهاش بحجة ان ما عندناش وقت، او بمعنى اصح ما عندناش الوقت الكافي اللي يخلينا نعمل الحاجات دي. مع ان احنا لو بصينا هنلاقي ان في وقت، ووقت كافي، ووقت كافي جدا كمان، بس احنا اللي بندور على اعذار وخلاص. الوقت ربنا خلقه عندنا كلنا بنفس المقدار. يعني انا رودينا، انا عندي 24 ساعة في يومي. انت عندك كام؟ اكيد مش 25، اكيد مش 23، عندك زي 24. كلنا عندنا نفس ال24 ساعة في اليوم، بس بنعشوائهم قوي، بنمشي اليوم كده بطريقة، نحط راسه في ديله، فنبص نلاقي اليوم فين؟ مفيش يوم اصلا، حرفيا بجد. لو احنا بنصحى بنحس ان اليوم خلص في ساعتين وبندخل ننام، لاننا ما بنعملش حاجة. احنا بنقوم عندنا تاسك، هي تاسك واحدة بنحطها لليوم كله، بنعمل فيها ايه؟ بنعمل فيها حبة صغيرين الصبح، وبعدين بنقوم نعمل اي حاجة ملهاش لازمة في الحياة، ولا هتفيدنا ولا هتفيد غيرنا. بعدين بعد 6 7 ساعات كده نعمل شوية تانيين في التاسك بقيتها يعني، وبعدين نقعد برضو نضيع كام ساعة، وبعدين نعمل بقيتها، ده لو كملناها، وبعدين بندخل ننام. الوقت اللي في النص ده احنا ما بنعملش فيه اي حاجة. احنا اصلا ما بنبقاش مخططين اليوم، يعني اليوم بيبدأ، انا النهارده عندي سكريبت فلان عايزه اكتبه، ده انا حطيت كده في دماغي، انا ما عنديش حاجه تانية في اليوم، فانا اليوم اصلا كله هيتاخد في التاسك دي، وممكن ما تتعملش، يعني ممكن اصلا ما تتعملش، اللي انا بقى بقول ان هي تاسك اليوم كله دي. ف خلينا فاهمين ان اليوم اللي مش متخطط ما بيتعملش فيه حاجه، وممكن بالكتير قوي 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 يتعمل فيه حاجة واحدة، والوقت كله بقيته يضيع، وحاجة اصلا ممكن ما تكملش 3 4 ساعات على بعض. يعني انا لو قعدت عملتهم كده في 3 ساعات ورا بعض هتخلص، بس انا ممكن اخد فيها اليوم كله، وبقيت اليوم اضيعه حرفيا بجد. وهو ده اللي احنا بنعمله، وانا رغيت كتير قوي في المقدمة دي، فخلوني ادخل معاكم بسرعة في الموضوع علشان افيد واستفيد، وكلنا ن... يعني نبقى مع بعض كده في حاجة زي كده جميلة قوي. انا بقالي فترة طويلة بطبق الموضوع ده، الحمد لله الحمد لله. يومي حافل بكل حاجة انا عايزة اعملها بعملها. بلاقي وقت، بلاقي وقت. ودي المفاجأة، ان انا مهما كنت مشغولة ومهما كان ورايا ايه، مجرد ما بحط ساعات اليوم على ورقة واوزع عليها الحاجات اللي ورايا، انا بلاقي وقت، وبلاقي وقت كبير كمان للحاجات اللي انا كنت بقول وانا اليوم مجرد يوم كده في دماغي اسمه يوم وخلاص، كنت بقول ان مفيش وقت. ما انا مش شايفة الخريطة قدامي، انا اكيد هقول ان مفيش، يعني انا مثلا لو جبت لكم شنطة وحطيت لكم فيها هدوم لحد اخرها، او قلت لكم حطوا حاجة كمان، هتقولوا لي ايه؟ هتقولوا لي مفيش حتة نحط فيها بنطلون زيادة. مع ان انتوا لو قعدتوا تضغطوا الهدوم، تحشروها جوه قوي قوي، فهيبقى في مكان ان انتوا تحطوا ممكن قد نصهم كده مثلا، ولا حاجة تاني. فهو الموضوع كده في اليوم بجد، على قد ما هتبقوا مهويين المساحة بين التاسكس اللي عندكم، ومدينها اصلا وقت ازيد من الوقت اللي هي تستحقه، ده انتوا هتقولوا ان مفيش وقت، لان الوقت بيضيع. في مصفوفة لذيذة قوي لتنظيم الوقت وتخطيطه، اسمها مصفوفة ايزنهاور. الشخص اللي اخترعها اسمه ايزنهاور ده عمل مصفوفة مكونة من 4 مربعات، نقدر اننا نقسم وقتنا فيهم، او المهام يعني اللي عندنا جواهم، ونخططهم على حسب اولوية
التنفيذ، وايه اللي قابل للتأجيل وايه اللي غير قابل للتأجيل، وايه اللي ممكن اصلا ما نعملوش بس نبقى فرغناه من دماغنا وحطيناه على الورق وبنعمله في الاخر، بس يعني ممكن نأجله عادي. المصفوفة دي مكونة من 4 مربعات زي ما لسه قايلكوا دلوقتي. هقولهم لكم ال4 بس بعدها هفهمكم اننا ممكن نختزلهم في مربعين بس، عشان ما نقعدش نشتت نفسنا ونكبر الموضوع، وهو ممكن اصلا ما يكونش الحاجات دي مستاهله. المربع الاول واللي لا يوجد اي استغناء عنه في المصفوفه دي، اللي بنحط فيه المهام الهامه والعاجله، يعني حاجات مهمه وحاجات عاجله، بمعنى انها لا تقبل التأجيل، ما ينفعش نأجلها، لازم تتعمل النهارده وفي الوقت المحدد ليها. يعني انت مثلا او انت عندكو تاسك المفروض انها تبقى تتسلم الساعة مثلا 6، التاسك دي مثلا بتاخد 3 ساعات، لازم تاخد لها الوقت بتاعها، تكون الساعة 6 متسلمة وخلصان. دي حاجة لا تقبل التأجيل، وإلا هيقع عليك ضرر، زي ان انت ممكن يتخصم لك من مرتبك، زي ان انت ممكن تخسر الشغل اصلا، زي حاجات كتير قوي. عشان كده الحاجات اللي لازم 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 نبقى هنعملها خلاص ما ينفعش نأجلها، بنحطها في المربع بتاع المهام العاجلة الهامة. تاني مربع الحاجات اللي بيبقى مكتوب فيها هي الهامة مهمة بس غير عاجلة، يعني مهمة بس احنا ممكن نأجلها عادي، زي ان احنا مثلا نقابل صحابنا، دي حاجة مهمة، انا بشوفها حاجة مهمة. الترفيه عامة انا بشوفه حاجة مهمة، بس مش عاجلة، يعني احنا ممكن نأجلها. يعني انا ممكن اقول لهم امبارح ان احنا هننزل النهاردة، وبعدين احس ان اليوم النهاردة مش مناسب، فاقول لهم معلش هنأجلها يوم تاني. فاهميني؟ يعني المهام المهمة بس مش مستعجلة بنحطها في المربع ده. المربع الثالث واللي يعني ممكن تستغربوا شوية من الحاجات اللي بتتحط فيه، بس هي الحاجات الغير هامة، مش مهمة بس عاجلة، يعني لازم تتعمل دلوقتي بس هي مش مهمة، زي الترتيب مثلا. يعني انا مثلا دلوقتي هقعد اذاكر والمكتب قدامي مش متروق، وانا ما بعرفش اذاكر والمكتب مش متروق، هل مهم قوي ان انا ارتب المكتب؟ مش مهم، بس عاجل لازم يتعمل دلوقتي عشان اعرف اذاكر، لاني لو مرتبتوش مش هذاكر النهارده. فدي حاجة غير هامة ولكن عاجلة. المربع الاخير بقى هو الحاجات اللي فيه لا هي هامة ولا هي عاجلة، زي اي حاجة، يعني اي حاجة تيجي في دماغكم دلوقتي في الحاجة دي. يعني هي ممكن هتختلف، يعني ممكن انا اقول لكم حاجة تكون بالنسبة لكم انتم مهمة، ممكن تبقى هي بالنسبة لي مش مهمة. فاهميني؟ هي دي ال4 مخططات، وممكن بقى احنا نختزل الليلة دي كلها في مربعين 2، هما الهام العاجل والهام الغير عاجل. دول هيلموا لنا الدنيا كلها، هيختصروا معانا جامد، ومش هنحس ان احنا يعني هنعمل 100 حاجة، لا هما مربعين هنلم فيهم الدنيا وخلاص. قدرت فعلا تلتزم بالمخطط ده او المصفوفة دي، انت هتبقى سيد وقتك ومالك وقتك، ومفيش اي حاجة هتسرق وقتك. يعني ما تستغربوش المصطلح، بس فعلا الاوقات بتتسرق من حاجات كتير، زي المشتتات، زي الناس اللي عايزين يضيعوا وقتنا، زي حاجات كتير قوي. فما تخليش حاجة من الحاجات دي تضحك عليك وتخدعك وتسرق وقتك، لان وقتك بتاعك، وانت الوحيد اللي من حقك تقرر هتستخدمه في ايه، وهتديه لمين، وهتعمل بيه ايه. ما تخليش اي حد يفرض عليك انت تعمل ايه في الوقت اللي ربنا مديهولك انت لحياتك انت، وهيسألك انت لوحدك عنه. طيب اعمل ايه بقى من الاول خالص عشان اضمن يومي في ايدي وانه ما يضيعش، واني اعرف اصلا انا هكتب ايه في المصفوفة يا رودي اللي انت لسه كنت بتتكلمي عليها دلوقتي دي؟ المصفوفة دي الاهداف اللي انت هتحطها فيها هي الحاجات اللي انت صاحي من النوم عايز تعملها النهاردة، بل ومفكر فيها من امبارح. يعني اصلا المفروض تكون من قبل ما تنام امبارح انت عارف انت عايز تعمل ايه النهاردة، ويستحسن كمان ان انت تبقى محضر المصفوفة دي من بالليل، يعني تبقى قبل ما تنام تبقى كاتبها. اول حاجة عشان ما نتوهش
الله اكبر. حدد هدف لليوم بتاعك، هدف كبير، اللي هو دي التاسك الكبيرة، الهدف الذهبي، بيسموه الهدف الذهبي. حددها ان انت مثلا انا عايز النهاردة اذاكر شابتر 1 مثلا. بقى I think اصلا احنا في اجازة دلوقتي، بس يعني بديكم مثال. ف هتحط ان ده هدف رئيسي، اذاكر شابتر 1، ده هدف اليوم. بس مش الهدف، مش اهداف اليوم كلها، ده هدف واحد. يعني حدد هدف رئيسي لليوم، لو عملته هتبقى راضي عن نفسك. عشان بقى نستغل باقي اليوم وما نضيعش وقتنا كده هباء منثورا، لازم نحدد لنا تاسكات تانية بقى نعملها في مجالات حياتنا المختلفة، مش بس دراسة، مش بس شغل. حياتنا مش تبقى كلها دراسة، مش كلها شغل، مش كلها حاجة واحدة، ما ينفعش. لازم يبقى في حاجات تانية، يبقى حياتنا مكملة بعضها، ونحس بتنوع، نحس ان في تنوع في الموضوع كده، ان احنا ايه الملل ده؟ اكيد مش عشان هنعمل حاجة واحدة بس يعني. ولازم تخطط ليومك، ما تسيبش يومك للصدفة توديك كده، تجيبك كده حد معدي عليا عايز ننزل معاه انزل معاه. اه عرفت بالصدفة ان في امتحان على جروب الدفعة بعد ساعة، فيلا لملي اي كلمتين اخش استر نفسي بيهم في الامتحان. فكل الحاجات دي ما تخليش يومك هو اللي يمشيك. يعني تظهر لك حاجات فجأة تتفاجئ بيها، فتبقى مضطر ومزنوق ان انت لازم تعمل لها دلوقتي، وإلا هتضيع الحاجة دي من ايدك. لازم تكون عارف انت يومك هتعمل فيه ايه، وايه الحاجات المهمة اللي عندك النهاردة. ما ينفعش تتفاجئ النهاردة ان في امتحان بالليل، هيقعد ربع ساعة والموقع هيقفل عليك، ما ينفعش. لازم اكيد كانوا قايلين من قبلها، اكيد ما جوش المسؤولين، اكيد ما جوش قالوا لك على الجروب كده فجأة هنعمل امتحان بعد ساعة. ده اكيد قايلين بقالهم يجي اسبوع. لازم تكون عارف ده كويس ومخطط له ومحدد هتعمل ايه بالظبط عشان تعدي فيه. زي ما قلت لكم من شويه ان احنا وقتنا بيتسرق، في حاجات بتسرق وقتنا زي السوشيال ميديا، زي اي حاجه عليها. السوشيال ميديا بالشكل الهدام، بالشكل اللي فعلا يستحق اننا نقطعه من حياتنا، اللي هو ان احنا بس قاعدين فاتحين اي منصه وعمالين بس just scrolling، ما بنعملش حاجه تانية. احنا اصلا مش عارفين احنا بنتفرج على ايه. احنا اي فيديو بيجي قدامنا بنتفرج عليه، هو بقى كئيب، هو حب، هو مش عارف ايه، هو اي حاجه قدامنا بالفيديو بنسيبه لحد ما يخلص ونشوف اللي بعده بيقول ايه. ده بالله عليكم ده ما ده ينفع؟ طيب يعني ده حتى اصلا بيعمل تشتت لدماغك. يعني يا ريتنا بنختار الحاجه اللي احنا داخلين نتفرج عليها، كان الموضوع اهون شويه. انا مش بقول ان احنا ما نرفهش عن نفسنا او ان احنا ما نتفرجش على فيديوهات، انا مش بقول كده، بس نبقى محددين احنا هنتفرج امتى او من كام لكام، ومحددين هنتفرج على ايه، نرفه عن نفسنا بالطريقة الصح. احنا لما بنفتح اي منصة، انا مش عارفة ينفع اقول اسماء هنا ولا لأ، بس لما بنقعد بس ايه ده يعني انت ما استفدتش حاجة ولا فرحت، انت ضيعت وقت. يعني حتى الوقت اللي انت فاكر ان انت بترفه عن نفسك فيه، انت ما رفهتش، انت بليت نفسك وبليت دماغك، لانك دماغك مش هتستوعب كمية المشاعر اللي انت عمال تدخلها لها من غير ما انت تحس. ايه اللي فيديو حد فرحان، فيديو حد بيعيط، فيديو كلها حاجات مش شبه بعضها اصلا، ومش مش مترابطة مع بعضها. فانت دماغك كل كام ثانية بتحس احساس مختلف، وبتطلع ده عليك انت في الاخر. فما ينفعش يعني هنرفع عن نفسنا، بس نبقى عارفين احنا هنشوف ايه. اللي هو انا عارف دلوقتي ان انا هشوف فيديو عن اي فيديو كوميدي، اشوف فيديو بودكاست، هشوف حاجة واحدة، او هشوف حاجات شبه بعض تديني نفس الفايبس مع بعض في وقت واحد، مش في 50 ثانية احس 5 مشاعر مختلفين. ما ينفعش. بعد كده في حاجة مهمة قوي عاوزة اقولها لكم، احنا ممكن نستغل الاوقات الصغيرة، الاوقات اللي هي البينية بين المهام الكبيرة اللي هي بتاخد 3-4 ساعات من اليوم، بيبقى في مثلا ربع ساعة انت بتبقى واخدها بريك، نص ساعة كده. فالوقت ده احنا ممكن نستغله في حاجة يعني قد تبان ان هي صغيرة، بس
ممكن تفرق معانا جدا. يعني زي ما قلت لكم، انا ممكن نسمع بودكاست في وقت الفراغ ده. البودكاست ده هيزيد لنا او هيضيف لنا حاجات احنا اكيد ما كناش عارفينها قبل كده. هيشجعنا ان احنا نعمل حاجة تانية بعد اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، وهيجدد فينا دوبامين وطاقة وكل الحاجات دي. آه، في اوقات بقى دي بتبقى اوقات لا هي بريك ولا هي فيها تاسك ولا هي اي حاجة، اللي هي زي ايه، زي المواصلات، طريق المواصلات واحنا راكبين كده. يعني انا عايز اقول لكم، انا في مشوار بروحه انا بقعد ساعة في المواصلات حرفيا. فالساعة دي احنا ممكن نستغلها ان احنا نقرأ فيها مثلا قرآن، او نقرأ حاجة برضو تضيف لنا، تزيد لنا معلومات، حاجات جديدة. المهم ان احنا ما نضيعش الوقت كده في الهوا. ممكن نقعد نذكر ربنا وخلاص، يعني لا اله الا الله سبحان الله كتير قوي. المهم ان حتى الاوقات الصغيرة دي ما نضيعهاش في اللا شيء، علشان هي في الاخر بتتجمع مع بعضها وبتعمل وقت كبير. هتلاقي انه 10 دقايق من النهاردة على 10 دقايق من بكرة، هتلاقي نفسك على اخر الاسبوع ضيعت ساعات. فبلاش، او لا، هتلاقي نفسك ضيعت وقت كبير. في بقى حاجة مقرفة انا كنت بعاني منها برضو. انا كنت عايزة اقولها من اول الفيديو بصراحة، بس ما يعني قلت هخليها للاخر. في عادة كده بتبقى في الانسان المتخاذل، اللي هو برضو كان نسختي القديمة، اعترف بكده. الانسان ده بيعمل ايه؟ هو عارف انه عنده حاجة لازم هيعملها النهاردة، لازم مفيش مفر. فهو بيضيع اليوم كله يهرب من الحاجة دي بحاجات ملهاش لازم. انا عندي شغل دلوقتي المفروض ان انا اخلصه في خلال كام ساعة، ليه وقت محدد المفروض اخلصه واسلمه، ولو خلصته وسلمته انا هقعد بقيت اليوم ملكة اليوم، مالكة وقتي كله اعمل فيه كل حاجة انا عايزة اعملها. بس لا، انا مش هعمل الحاجة دي دلوقتي، وهقعد اسكرول الصبح، اقوم اشوف اي حاجة شغالة في التلفزيون اقعد اتفرج عليها حتى لو ما بحبهاش، حتى لو كانت بلغة انا مش فاهماها. المهم ما اقومش اعمل الحاجه دي، هقوم اكل، هقوم اطبخ، مع اني ما بحبش اطبخ، ما بحبش اقف في المطبخ. هقوم اعمل اي حاجه، والله العظيم هقوم اعمل اي حاجه الا الحاجه اللي مطلوبه مني. واجي في اخر ساعتين في اليوم اللي هو اصلا ببقى خلاص طاقتي مطفيه فيهم، ازنق نفسي واعملها غصب عني، عشان مش هينفع انام من غير ما الحاجه دي تكون خلصانه. وفي الغالب بسلمها بعد الديدلاين كمان. يعني حياة أبشع ما يكون انه انت تبقى عارف ان انت انسان. على فكرة يا جماعة ده فشل، انا بعتبر ده فشل، وبعتبر ان الفرق بين الانسان الفاشل والناجح الالتزام. انه انت ملتزم ان انت هتسلم الحاجة دي في الميعاد ده، بس في واحد ما بيسلمهاش وفي واحد بيسلمها. انا خسرت حاجات كتير قوي بسبب العادة دي، والحمد لله يا رب انا مغيرها بقالي فترة طويلة، لان انا من جوايا ما كنتش راضية عن نفسي. انا مش انا نفسي كده حاسه ان في حاجه قرف انا بعملها. انت بتعملي ايه؟ انت ازاي عايزه تعملي كل ده ووقتك ضايع كله في حاجات هبل؟ حرفيا هبل. يعني يا ريتني حتى الوقت اللي بضيعه ده بعمل فيه حاجه، مش قصدي بضيعه بقى، قصدي يعني الوقت اللي ما بعملش فيه الحاجه المهمه دي اللي ورايا، اعمل فيه حاجه تانية تفيدني برضو، زي ان انا اقعد اكتب حاجه في روايتي، زي ان انا اروح مكان، اخد كورس، اعمل اي حاجة غير حاجة بقى التاسك اللي عليا دي. لا، انا لا هعمل التاسك دلوقتي ولا هعمل حاجة مفيدة، انا هقعد اضيع اليوم كله. انا كنت كده، انا كنت الشخصية دي، والله انا كنت بقرف مني، اللي هو انت بتعملي ايه، وبزهق مني قوي. لحد ما قررت انه لا، انا مش هبقى الشخصية دي تاني. انا حاسة ان انا مش عايشة اصلا. المفروض ان انتي اخترتي تشتغلي في المجال ده، يعني انتي بتحبي المجال ده، يعني انتي عايزة تعملي حاجة فيه، يبقى تعملي. بس فالفكرة انه انا مجرد ما بعرف ان الحاجة دي انا لازم اعملها، كنت لما بعرف ان الحاجة دي انا لازم اعملها ما كنتش بحب ان انا اعملها. لكن في حين انه لو الحاجة دي مش مفروضة عليا او مش مطلوبة مني، انا كنت ممكن اعملها عادي وعن حب كمان. لكن مجرد ما بعرف ان خلاص الحاجة دي بقت جزء من حياتي، ما مش عارفة بجد ايه اللي كان بيحصل.
لحد ما غيرت ده بإرادتي الحرة وبنفسي، بعد ما أدركت إنه أنا ما ينفعش أكون إنسان كده، لأني كده أعتبر وأعد إنسان فاشل بكل معنى الكلمة، وأنا مش عايزة أبقى إنسان فاشل. الحمد لله دلوقتي أنا بعمل حاجات كتير قوي في يومي، ويومي حافل ومليان، وعايزة أقول لكم إن مع كل تاسك أنا بعملها طاقتي ما بتقلش، طاقتي بتزيد للتاسك اللي بعدها، اللي هو انا بتشجع، الله انا عملت كده انا هعمل كده كمان. فالاول لما انا كنت بعدي التاسك كده وابقى فاكره ان انا لما اعملها مش هبقى عندي قدره اعمل حاجه تانية، انا كنت غلطانه. انا لما بعمل الحاجه بتشجع اعمل غيرها، انا مش هعملك انت لوحدك. بسجل لكم الفيديو ده دلوقتي وانا لسه جايه من ورشه تاليف مسرحي. الورشه دي احنا قعدت فيها ساعتين بسمع وبكتب اللي بسمعه وبفهمه وبستوعبه، ما بعملش اي حاجه تانية طول الساعتين. وجايه طريق ماشيه كتير قوي، كيلوات، وراكبه مواصلات قعدت فيها نص ساعه، وكل الحاجات دي انا يعني قلت في دماغي ده انت هتروحي تنامي. روحت اول ما فتحت الباب، ما تيجي نصور فيديو، احنا بقالنا كتير قوي ما صورناش فيديو للقناه، يلا. ودي حاجه على فكره ما كانتش يعني الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي ده ما كانش مكتوب في قائمه المهام بتاعه النهارده بجد. وبالمناسبه انا شوفوا كنت بقول لكم من شويه ما تسيبوش يومكم للصدفه. لو لقيتوا حاجه يعني حاجه هتفيدكم انتوا عاوزين تعملوها وهي مش موجوده في القائمه، اعملوها بجد. ليه لا؟ مادام مش هتسحم لكم مع حاجات تانية. انا يوم النهارده انا كنت كاتبه فيه ان انا هروح الورشه وهكتب سكريبت، كتبت السكريبت الصبح، والنهارده رحت الورشه. ف دلوقتي انا الساعه دلوقتي كام؟ تقريبا 10. عشرة و5. فدلوقتي انا قاعده بصور الفيديو ده وانا جايه من مشوار مهلك، وكنت بعمل قبلها حاجه بالنسبه لي وبالنسبه لعقلي مرهقه جدا، بس بحبها. فانا مبسوطه. وكل ما تبقى حياتكم من اختياركم كلها، كل المجالات اللي معاكم وكل الحاجات اللي انتوا بتعملوها انتوا اللي مختارينها، كل ما تبقوا سعداء اكتر، وكل ما تحققوا فيها اكتر وتنتجوا فيها اكتر. فخليكوا انتوا اسياد يومكم واسياد وقتكم واسياد حياتكم، وما تخلوش حياتكم هي اللي تمشيكوا. انا عارفه ان انا بتكلم بسرعه، بس يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل اللي انا عايزه اقوله. انا بحبكم قوي، ونفسي انه اكون قدرت افيدكم باي حاجه ولو بمعلومه واحده. ربنا معانا كلنا يا رب، يحقق لنا اللي احنا عايزينه. سلام.